عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنعمل لكم طريقة الذرة بطريقتنا احنا. طبعا الكنز الثمين هو حطينا بصل وطماطم وتوم وحطينا كاري. لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس. بنحط نص طماطمية اول معيار، وبنحط نص بصلاية ودرسين توم، وبنحطها نحط الذرة، نحط عليها كاري ورز اصفر وملح، وبعد هيك بنخليهم يغلوا مع نفسهم علشان يكونوا استووا. لازم تكون زي هيك شكلها، وبتقلبوها بقى كده. ضلكوا نزلوها بقى جوه الحلة عشان تستوي حلو، وهتصير صفرة وطعمها جميل. ولا تنسوا تجربوا هذه الوصفة وتقولوا لنا من أي بلد بتتابعونا. الحين جربت تستوي، فهنحركها بقى عشان نشوف إذا هي استوت ولا لا. لازم تنخزوها كده بالشوكة عشان نعرف إذا هي استوت. الحين هي عضلها تغلي مع نفسها عشان تستوي براحتها. منظرها جميل قوي. حاطين عليها كاري عشان يكون طعمها جميل، واللي بيحب ياكل هيك يعني كوس كده، واللي بيحب ياكلها بزبدة وملح وبهارات وتوابل وكل الحاجات دي. انا بحب اكلها بصوص حراق جدا، عشان كده هصوره لكم بعد ما لما تجهز. احنا يا جوز دلوقتي عندها استوت. شوفوا كده صارت صفرة حبة كده، فهنستناها قبل ما تستوي كده، وبعد كده هصوره لكم بالزبدة ومشوية وبتاع وكل حاجة. سلام. لما نتخلص هصوره لكم. وهذه الذرة اللي بزبدة، واللي بيحب ياكلها زيي طعمها بيجنن. طعمها بيجنن بالليمون والملح، وطعمها بيجنن كتير كتير كتير. وجربوها، ولا تنسوا تحطوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. مع السلامة، دمتم في حفظ الله.